بيبدأ الفيلم بأسرة مكونة من 4 أفراد وبيكونوا كلهم قاعدين مع بعض وعمالين يهزروا. بعدها بنشوف إن جيسون وأبوه كايل بيقوموا يلعبوا شوية كرة قدم أمريكية، لكن فجأة وهما بيلعبوا كايل بيحس بألم شديد في قلبه، ولما بيقع كايل على الأرض طبعا كلهم بيتخضوا وبيجروا عليه علشان يطمنوا، لكن للأسف كايل بيكون خلاص اتوفى في سكتة قلبية مفاجئة قدام عيون مراته وأولاده. وبعد مرور سنة على وفاة كايل عزيزي بنشوف نيكول وهي واخدة أولادها وبتنتقل لمدينة جديدة في محاولة إنهم يبدأوا حياة جديدة. وهما هنا لما بيوصلوا البيت اللي هيقعدوا فيه بتعجب جاستن بالبيت وكمان بالمدينة الجديدة اللي هم فيها، لكن جيسون هنا بيكون متضايق من فكرة الانتقال دي ومش عاجبه الموضوع. بعدها بيبدأوا ينزلوا الشنط ومن ضمن الحاجات دي بتبقى بندقية أبوه. جيسون بيكون بيحب البندقية دي جدا، لكن جاستن بتتخانق معاه علشان هي بتخاف من البندقية دي وبتقوله بقى إن البندقية دي مش هتدخل البيت أبدا تحت أي ظرف من الظروف. فبيضطر جيسون بقى يرجع البندقية في العربية ويتمشى. بعدها بيروح يقف في مكان لوحده. ساعتها هو بيشوف شاب اسمه تشاد، وتشاد ده يبجره من الجديد وساكن في البيت اللي جنبهم. وبيعرف جيسون ساعتها ان تشاد ده طالب في المدرسة اللي هو هينضم ليها، فبيتفقوا بقى ان هم يتقابلوا في المدرسة. وبعد ما جيسون رجع للبيت بيبدأ يرتب البيت مع امه واخته، لحد ما في واحدة ست اسمها كورتني بتيجي تزورهم في البيت. وكورتني دي بتبقى جارتهم وجاية ترحب بيهم. فبتتعرف نيكول على كورتني وبتطلب منها تدخل علشان تعرفها بأولادها. وهي اول ما تدخل بتتعرف على جيسون وجاستن. بعدها كورتني بتطلب من جيسون انه يشتغل معاها، فبيقولها جيسون انه هيفكر في عرض الشغل ده لانه مش عاوز يشتغل الفترة دي. المهم بتقرر كورتني ان هي تسيبهم يرتاحوا في اول يوم ليهم. وفي نفس الليلة دي بالليل بنشوف تشاد وهو لوحده في البيت، وساعتها بيسمع صوت جاي بره البيت بتاعه. فبيروح ورا الصوت ناحية حمام السباحة، وفجأة بيظهر شخص مجهول وبيهجم عليه وبيضربه من ظهره. وتشاد بعد ما وقع في حمام السباحة بيحاول يقوم من تاني، لكن الشخص ده مش بيديله فرصة وبيغرقه في المية لحد ما يموت. تاني يوم بقى بيكون جيسون قاعد بيفطر مع امه واخته وبيتفاجئ في التلفزيون بخبر موت تشاد. ساعتها هو بيلاقي مكتوب في الخبر ان دي كانت نتيجة حادثة غرق، فبيزعل عليه جيسون جدا علشان كان لسه بيكلمه امبارح. بعد كده عزيزي نيكول بتاخد اولادها للمدرسة، وده كده بيكون اول يوم ليهم في المدرسة. ساعتها جيسون بيقدر يتعرف على شاب اسمه دانيال. وبعد حصة الرياضة بتيجي بنت اسمها كلارا بتتعرف على جيسون وبيكون واضح عليها جدا ان هي معجبة بيه، وهو كمان برضه بيبقى باين عليه ان هو معجب بيها اول ما شافها، علشان كده هو بيعرض عليها تخرج معاه. ولما بيروح جيسون بيشوف معاه فلوس قد ايه علشان العزومة. ساعتها هو بيكتشف ان هو معوش فلوس خالص، فبيقرر بقى انه يقبل الشغل اللي كورتني عرضته عليه. وفعلا هو بعد المدرسة بيروح جيسون لبيت كورتني. ساعتها هي بتقول له انت تأخرت ليه، الشغل لسه مستنيك. وبعد ما تطلب منه انه يدخل يقعد معاها بيقعد يحكي لها بقى على الخبرات اللي عنده، وهي ساعتها بتوافق توظفه وبتقوله على عنوان اول عميل هيشتغل عندها. المهم هما لما بيخلصوا كلام عن الشغل بتصمم كورتني انه يقعد ويشرب معاها، ورغم انه رفض في البداية لكنه بيغير رأيه بعدين وبيقعدوا يشربوا مع بعض. ساعتها هما بيتكلموا عن حياتهم الشخصية لحد ما بدأت كورتني تقرب من جيسون، وبعدها بتغريه لحد ما دخل معاه في علاقة. وبعدها بيرجع جيسون للبيت وبيبلغ أخته أمه إن هو يشتغل عند كورتني. ساعتها أمه بتقوله إن هي فخورة بيه علشان بيشتغل مع الدراسة. المهم بعدها جيسون بيجهز نفسه وبيروح لبيت أول عميلة، وبيكون بقى يشتغل في الجنينة بتاعتها، لكنه ساعتها بيتفاجئ إن العميلة دي بتحاول تعمل معاه علاقة. فبيتوتر جيسون ساعتها وبيبقى مش عارف يتصرف إزاي، فبيستأذن منها وبيمشي على طول. ولما رجع جيسون لكورتني بيحكي لها على اللي حصل، فبتقول لكورتني بقى بكل وضوح ان هي وظفته في الوظيفة دي ان هو يروح لعملاء عندهم مشاكل زوجية، ومن الاخر كده دوره ان هو يعوضهم عن غياب ازواجهم. فبيقول لها جيسون انه مستحيل يعمل كده وان دي مش شخصيته ان هو يبيع نفسه. فبتقول لكورتني ان هي ما عندهاش اي مشاكل ان هي تدور على شاب تاني غيره للوظيفة دي. تاني يوم بقى عزيزي بتكون نيكول في الشغل وبتقابل طالبة في المدرسة عندها ازمة نفسية، فبتحاول نيكول تساعدها في الازمة دي علشان هي اتعينت اخصائية في المدرسة. الطالبة دي بقى بتبقى صديقة تشاد اللي مات في حمام السباحة، وبتقول لها كمان ان تشاد كان شغال في وظيفة مش كويسة وكان بيعمل علاقات مع ستات كتير مقابل الفلوس، لكنه بعد ما جمع مبلغ مالي كبير قرر انه يسيب الشغلانة دي. لكنها بتستغرب انه بعد ما وقف الشغل على طول هو مات في حمام السباحة فجأة، ورغم ان الشرطة بتقول ان اللي حصل ده حادثة لكنها متأكدة انه اتقتل. طبعا نيكول بتتصدم من اللي بتسمعه من الطالبة دي، فبتقرر ان هم لازم يبلغوا الشرطة باللي حصل.
حصل. لكن الطالبة دي أول ما بتسمع سيرة الشرطة بتبقى مرعوبة جدا، وعلى طول بتسيب نيكول وبتمشي. ولما بيجي الليل يا عزيزي بيرجع جيسون للبيت. ساعتها بيلاقي كورتني عنده في البيت قاعدة مع مامته، وبيكون جيسون جاي علشان ياخد مفاتيح العربية من أمه علشان هو لسه مش معاه عربية. ساعتها كورتني بتعرض عليه إنها تديله عربية جوزها السابق، لكن جيسون بيرفض إنه ياخدها منها. بس بعد كده هو بيغير رأيه وبيوافق، وبيقول لكورتني بعدها إن هو يعدي عليها بكرة. وفعلا يا عزيزي تاني يوم بيروح جيسون لبيت كورتني علشان ياخد منها المفاتيح. ساعتها هي بتعتذر له إنها ما بلغتوش بالوظيفة قبل ما تشغله فيها، وبتقول له بقى إن الوظيفة دي لو مش مناسبة ليه لازم يشوف شغل تاني علشان ظروفهم صعبة وهم محتاجين مصدر دخل إضافي. كورتني بقى فعلا بتقدر تخدعه وبتخليه يقتنع بالشغل اللي معاها، لأن الشغل اللي معاها سهل وفلوس كتير. وهنا بقى بتديله كورتني عنوان عميلة جديدة. هو بعد ما ياخد منها العنوان ويجي الليل بيروح جيسون للعميلة دي، وطبعا خلاص احنا عارفين ان هو بيعمل معاها علاقة. ولما بيجي تاني يوم بيروح جيسون لكورتني وبيكون معاه الفلوس اللي خدها من العميلة. ساعتها كورتني بتاخد منه الفلوس وبتديله نصيبه من الفلوس دي، وبتديله كمان عنوان العميلة الجديدة. جيسون بقى بعد ما بياخد الفلوس بيروح يشتري سلسلة هدية لأمه علشان بقى النهاردة بيكون عيد ميلادها. المهم عزيزي بتعدي الأيام وبيفضل جيسون يشتغل مع كورتني. وفي يوم اكتشف جيسون إن صاحبه دانيال شغال في نفس الوظيفة دي مع كورتني برضه، والموضوع ده بقى بيخلي جيسون يطمن أكتر، وتقريبا كده خلاص ما بقاش يحس بالذنب أو تأنيب الضمير. لكن المشكلة بقى بعدها إن جيسون اكتشف إن كلارا عرفت نوع الشغل اللي هو ودانيال بيشتغلوه، وهي ساعتها بتواجهه وبتقول إن هو قذر وخلاص هي مش عايزة تعرفه تاني. في نفس اليوم ده بالليل بيروح جيسون لعميلة جديدة عزيزي برضه، لكن المرة دي فجأة وهو معاها بيجي جوزها للبيت. فبيروح جيسون على طول يستخبى في الدولاب لحد ما جوزها ينشغل ويهرب. وهو بقى بيهرب بعدها بيقع الحزام بتاعه من غير ما ياخد باله. وهو لما بيرجع البيت ساعتها أمه بتلاحظ بقى إن هو بدأ يتأخر كتير بره، ولما تيجي تسأله هو بيتأخر بره ليه فبيقول إن هو بيسهر مع صاحبه دانيال. لكنها بترجع بقى تقول له إن هي حاسة إن هو متغير الفترة دي ومخبي عليه حاجة، لكن جيسون بيطمنه وبيقول إن هو بس مضغوط من الشغل مش أكتر. وتاني يوم على طول لما يجي جيسون بيروح يكلم كورتني وهو متعصب، وبيقول لها إن جوزها امبارح طب عليهم وده مش من ضمن اتفاقهم. علشان كده جيسون بيقول لها إن هو يوقف الشغل ده معاها. هي برضه بتتعصب عليه فبيتخانقوا مع بعض، لكن جيسون بقى بيكون مصمم على رأيه وهيوقف شغل نهائي. وبعدها بيمشي ويسيبها يروح جيسون لصاحبه دانيال ويحكي له على اللي حصل. ساعتها دانيال بيقول انه ممكن ياخد اجازة بس لكنه ما ينفعش يوقف الشغل نهائي. لكن دانيال بقى لما بيلاقي جيسون مصمم على كلامه فبيقول له بقى انه لازم ياخد باله من نفسه. بعدها جيسون بيقعد لوحده وبيلاقي شخص اسمه بنجامين جاي يقابله، وساعتها هو بيقول له انه تابع كورتني. وفجأة بدون سابق انذار بيهجم بنجامين على جيسون وبيهدده بالسكينة، وبيقول له بعدها على عنوان العميلة اللي جاية، وبيفهمه بقى ان الشغل اللي بيشتغله ده غصب عنه مش بمزاجه، وانه المرة الجاية لو فكر يوقف الشغل تاني هيخلص عليه وعلى اسرته. ساعتها جيسون طبعا بيخاف من تهديده وبيقول له خلاص ان هو يرجع يكمل شغله. في نفس الوقت ده بقى عزيزي كورتني بتبقى عاملة حفلة في بيتها، واثناء الحفلة دي بتيجي العميلة اللي جوزها طب عليها قبل كده هي وجيسون لما كانوا في البيت مع بعض. ساعتها هي بتقول لكورتني ان جوزها شاف الحزام بتاع جيسون فراح مطلقها وخد منها كل حاجة. علشان كده بقى هي بتطالب كورتني بتعويض وبتطلب منها مبلغ مالي كبير والا هتفضحها في المدينة كلها. ساعتها كورتني بتجريها في الكلام وبتقول لها ان هي تبعت لها الفلوس بالليل. ولما بيجي الليل عزيزي بيروح بنجامين لبيت العميلة دي وبيديها الظرف اللي فيه الفلوس، لكنه اول ما دخل بيهجم عليها وبيخنقها وبيحاول يموتها، لكنها بتقدر تطلع مسدس وتضربه في بطنه، لكن رغم كده برضه بيقدر يخلص عليها وبيهرب. وهو ساعتها بيروح على كورتني وهو مصاب وبينزف، ولما يطلب منها تتصل باي دكتور هي بترفض وبتسيبه ينزف لحد ما يموت، وبعدها بتاخد جثته علشان تروح تدفنها. في نفس الوقت ده بقى جيسون بيرجع البيت بيلاقي امه مستنياه، وكالعاده بيقول لها ان هو كان مع دانيال، فبتقول له بقى انه لازم يبعد عن دانيال ده نهائي لانه شخص مش كويس، لكنه بيرفض بقى. وبعدها بيتخانقوا مع بعض ويسيبها ويمشي. ولما بيجي تاني يوم بيروح جيسون يتكلم مع دانيال وبيساله لو تشيت كان شغال مع كورتني، فبيقول هو فعلا كان شغال معاها لكنه خلاص قرر يستقيل. طبعا جيسون ساعتها بيشك ان تشيت اتقتل واكيد كورتني هي السبب، وطبعا دانيال هو كمان بيقتنع بكلامه، فبيقرروا بقى ان هم يتفقوا هم الاتنين انهم يتعاونوا علشان يتخلصوا من كورتني. في نفس الليله دي بالليل بيروح جيسون لبيت كورتني علشان ياخد دفتر من هناك فيه اسامي كل العملاء، والمفروض بقى ان هو يودي الدفتر ده للشرطه لانه هيكون دليل كافي على ادانتها. لكن اثناء ما هو خارج بيتفاجئ ان كورتني بتوقفه ومعاه مسدس، وبعدها بتاخده الجراج وبتربطه بالكلبشات لحد ما تشوف هتعمل معاه ايه. المفاجاه بقى عزيز ان في نفس الوقت ده نيكول وجاستن بيكونوا بيراقبوا بيت كورتني من بعيد لانهم اصلا بيكونوا شاكين ان جيسون في علاقه مع كورتني. ساعتها نيكول بتشوف ان ابنها جيسون دخل بيت كورتني ومخرجش، فبتقرر بقى تروح هناك وتشوف ايه اللي بيحصل بينهم بالظبط، لكن جاستن هنا بتفضل في البيت وبتروح
بتروح نيكول بيت كورتني أثناء ما جاستن بتراقب البيت. ساعتها بتلاقي كورتني خارجة من الجراج ومعاها مسدس. ساعتها جاستن بتخاف طبعا على أمها وأخوها، فبتتصل بأمها علشان تحذرها، لكن للأسف بتلاقي أمها سايبة التليفون في البيت. وفي نفس الوقت ده نيكول بتقدر توصل لابنها، بتكتشف بقى إن هو مربوط في الجراج. ساعتها جيسون بيقول لها إن مفاتيح الكلبشات موجودة في جيب كورتني، وفي اللحظة دي بيسمع صوت كورتني وهي داخلة الجراج، فبتروح نيكول على طول تستخبى. وأول ما كورتني بتدخل بتهجم نيكول عليها وبتحاول تضربها، وبعد شوية شد وجذب عزيزي بتتعانق نيكول بمفك وبتقدر تاخد منها المفاتيح وبتروح تحرر ابنها بسرعة. وهما بيحاولوا يهربوا كورتني بتوقفهم وبتهددهم بالمسدس، لكن جاستن بتتدخل في آخر لحظة وبتضرب كورتني ببندقية أبوها. وبكده عزيزي بيكونوا قدروا يتخلصوا من كورتني ومن استغلالها للشباب. وبعد مرور 6 شهور على الحادثة دي نيكول بتاخد أولادها وبيرجعوا لبيتهم القديم من تاني، وبيعيشوا حياتهم مع بعض وهم مبسوطين من غير ما يحتاجوا يتخطوا ذكرياتهم مع أبوهم. وده طبعا لأن أبوهم هيفضل جزء منهم ومن حياتهم مهما حصل أو راحوا لبيوت أو مدن جديدة. ولحد هنا عزيزي بيكون خلص الفيلم. لو عجبك ما تنساش ترزع لك كلمتين وتقولي في الكومنتات عايز فيلم ايه المرة الجاية.